ازاي تطلعوا 5 ايام عمرة في رمضان وتروحوا مكة والمدينة؟ هقولكوا كل التفاصيل من اول ما توصلوا المطار، ازاي تروحوا من مكة للمدينة، تفطروا وتتسحروا فين، وكمان اهم المعالم الدينية اللي لازم تزوروها وانتوا هناك. اول ما توصلوا المطار بلاش تاخدوا التاكسيات اللي واقفة بره، لانه عادة بتبقى اسعارها اغلى بكتير. نزلوا ابلكيشن كريم بيكون سعره ارخص بكتير، وكمان بتقدروا تدفعوا كاش على عكس اوبر اللي بتحتاجوا تحطوا الكريدت كارد بتاعكم. هتلاقوا السعر بيتراوح من 160 ريال لحد 250 ريال على حسب انتوا هتوصلوا فين في مكة. بالنسبة للفندق احسن حاجة ان انتوا تقعدوا جنب الحرم عشان تنزلوا في اي وقت تروحوا الحرم من غير ما تحتاجوا وسيلة مواصلات. بس الفنادق اللي جنب الحرم بتكون غالية جدا، فلو معكوش الميزانية دي تقدروا تحجزوا من موقع اجودا، لقيت عليه احسن اوبشنز واحسن سعر للسكن في مكة. واهم حاجة تتأكدوا ان الفندق اللي انتوا تابعه عنده باص بيوديكوا لحد الحرم، وعادة معظم الفنادق بيبقى فيها باصات رايحة جاية طول اليوم للحرم. وسعر الإقامة ممكن تبتدي من 2000 جنيه لو انتوا قاعدين في فندق بعيد شوية، لحد طبعا أكتر من كده لو انتوا قاعدين في فنادق جنب الحرم. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو ده، وهو نعمل امتى العمرة. أهم حاجة تعملوا العمرة بتاعة رمضان بعد الفجر، لأنه مواعيد بتاعة الصلاة بتكون زحمة جدا، وده هيأثر على تجربتكم في العمرة. بعد الفجر الزحمة بتكون أقل، الحركة بتكون أسهل، والطواف والسعي بيبقوا أهدى بكتير. نيجي بقى لتاني يوم في الرحلة، هتصحوا الصبح تروحوا تصلوا الظهر في الحرم، وبعديها هتتحركوا على مكان اسمه حي حراء الثقافي. هناك هتقدروا تشوفوا جبل النور اللي نزل فيه الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجبل ده هو اللي موجود فيه غار حراء، بس طبعا صعب جدا ان انتوا تطلعوه بالذات لو انتوا صايمين، لانه بياخد شوية مجهود وحوالي ساعتين طلوع لفوق، فممكن بس تتفرجوا عليه وبعديها هتنزلوا تخشوا اهم متحفين موجودين في مكة، وهو متحف الوحي ومتحف القرآن. متحف الوحي ده بيتكلم عن قصص الانبياء وازاي نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمان في مجسم لغار حراء، فده بيديكوا فكرة عن الغار وشكله عامل ازاي بدل ما تطلعوا لحد فوق. والمتحف التاني وده من احلى المتاحف اللي دخلتها فعلا في حياتي هو متحف القرآن. هناك هتلاقوا اكبر مصحف في العالم وداخل موسوعة جانس، وكمان هتعرفوا عن تاريخ كتابة القرآن، هتشوفوا أكبر مكتبة مجمعة كتب تفسير القرآن ومصحف متخيط بالإيد. وسعر دخول المتاحف دي بيكون 25 ريال، ولو انتوا جروب كبير بيبقى 20 ريال. وبعد الجولة الثقافية اللذيذة دي هترجعوا على الحرم، وممكن تفطروا في مكان حلو زي رومانسية، ده واحد من أحسن الأماكن لتجربة الأكل السعودي. هتلاقوا هناك عندهم فراخ مندي وأكل سعودي كتير مختلف لذيذ، ودي الأسعار بتاعته هناك. والمكان ده موجود في جبل عمر. وبالليل لو عايزين تتسحروا ممكن تطلعوا مكان زي سوبر ماركت أبراج، ده موجود في برج الساعة، بيكونوا عاملين سندوتشات لذيذة جدا وأكل سريع اوريدي جاهز، وكمان أسعارهم حلوة قوي. اليوم الثالث والأخير في مكة هتقضوا اليوم كله في الحرم، وهتصلوا وتفطروا هناك، وممكن بقى تعدوا على البيك في برج الساعة، وده واحد من أشهر وألذ المطاعم السعودية اللي لازم تجربوها وانتوا هناك. ممكن تفطروا فيه، وبعد صلاة العشاء هتحضروا شنطكم وتروحوا على طول تتحركوا علشان تروحوا المدينة. عندكم طريقتين تقدروا تروحوا بيها من مكة للمدينة. أول وأسهل طريقة هي قطر الحرمين، وده رحلة بتكون حوالي ساعتين، بس مشكلته إنه لو معاكوا شنط كبيرة مش هتقدروا تطلعوا فيه. والتذكرة بتكون من 160 ريال ل 260 ريال على حسب الوقت اللي انتوا هتحجزوا فيه، فبصراحة بتكون غالية شوية. فانتوا لو مجموعة كبيرة او معاكوا شنط كتير ممكن تاخدوا عربية خاصة. هحط لكم اسم الشركة اللي انا طلعت معاها، بصراحة كانت شركة محترمة جدا، وده مش اعلان، انا دافعة كل حاجة في السفرية دي، بس بقول لكم كل الحاجات اللي فعلا نفعتني. فيا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو عشان تساعدوني اكمل رحلاتي حوالين العالم. ورابع يوم هتروحوا طبعا أول حاجة تصلوا وتقضوا يومكم في المسجد النبوي وتتفرجوا على حلاوة وجمال المسجد ده. ووقت الفطار هتتمشوا بالظبط 5 دقايق من المسجد النبوي من قدام بوابة 22، هتوصلوا على مكان اسمه المركزية. المكان ده فيه حتة اسمها الانترناشنال فيليج أو القرية العالمية، ودي فيها أماكن تقدروا تجربوا منها مطاعم من بلاد مختلفة. فبصراحة الأكل هناك لذيذ جدا، وتقدروا تجربوا فطار من أماكن كتيرة، حتى ممكن كمان تتسحروا فيه لأنه عندهم وجبات صغيرة وحاجات وجبة كاملة. وهناك هتلاقوا المحل المشهور جدا بتاع الآيس كريم اللي الناس بترمي فيه ورد وهما بيديكوا الآيس كريم. وخامس يوم وآخر يوم في رحلتنا هتصحوا الصبح وتروحوا تصلوا في المساجد اللي حوالين المسجد النبوي. لو اتمشيتوا دقايق من المسجد النبوي لمكان اسمه ساحة المناخة، هناك هتلاقوا مساجد مهمة جدا زي مسجد علي بن أبي طالب، مسجد أبو بكر الصديق وده اللي كان بيصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ومسجد الغمامة. المكان ده تحفة
مليان حمام في كل حتة، تعرفوا على تاريخ المساجد دي، وبعد كده هترجعوا قدام المسجد النبوي تاخدوا جولف كار ب10 ريال توديكوا عند مسجد قباء، وده مسجد الصلاة فيه بأجر عمرة. مش بس كده، المسجد جميل جدا، تصميمه من جوه تحفة، وكمان حواليه هتلاقوا أماكن كتيرة قوي فيها مطاعم، فممكن تفطروا في أي حتة هناك. وبعد ما تصلوا العشاء ولو عندكم وقت أنصحكم جدا تاخدوا كريم وتروحوا على مكان اسمه واو 5. هحط لكم اللوكيشن بتاعته في صندوق الوصف. المكان ده كل حاجه فيه ب5 ريال، وهتلاقوا الفيديو اللي جاي على طول انا باخدكم فيه جوله بوريكم كل الحاجات اللي ممكن تشتروها من هناك. وبكده نكون قضينا 5 ايام في مكه والمدينه وعملنا عمره في رمضان. رمضان كريم وعمره مقبوله، واشوفكم في مغامراتي اللي جايه.